يا صديقي انا اسف ولكن حاول معلش انك في الفيديو بتاع النهارده تركز كويس جدا جدا، لان اللي هنتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده حاجه مهمه جدا جدا، وتقريبا يعني او من رايي الشخصي ان ده هيبقى من اقوى الفيديوهات اللي نزلت هنا على القناه من ناحيه تعلمك الانجليزي. هنتكلم عن حاجه مهمه جدا وحاجه قويه جدا. اتمنى جدا جدا يا صديقي انك تركز في الفيديو ده، واوعدك وعد شرف مني انك لو طبقت الحاجه اللي هنتكلم عليها النهارده او الفيديو بتاع النهارده، والله يا صديقي مستواك في الانجليزي هيتطور وهيطلع لحته ثانيه ثالثه رابعه خالص، عن ثقه وعن تجربه انا بقول لك الكلام ده، وان شاء الله حاول ان الفيديو يبقى خفيف شويه. وي كم باك ممكن ما اعملش فيها تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فيديو جديد مع كريم نوب. الفيديو ده ان شاء الله تكمل الفيديو اللي صورناه قبل كده او الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ما هو الاستماع وانك ازاي تطور مهاره الاستماع، واتكلمنا اللغه بشكل عام. مش هنرد كتير في الحته دي، ولكن احنا المره اللي فاتت خدنا الاستماع، المره دي هناخد مهاره في الانجليزي اللي هم 4 مهارات: الاستماع والتحدث والقراءه والكتابه. النهارده هنمسك مهاره ثاني من المهارات دي، ولكن المهاره دي ليها اكتر من ميزه وبتسمع في اكتر من مهاره في نفس الوقت. يعني انت لو اتقنت المهاره دي او طبقت الكلام اللي انا هقوله لك في الفيديو ده، انت استماع هيظبط معاك، سبيكنج هيظبط معاك اللي هو تحدث، وقراءه هيظبط معاك. قبل ما ندخل في الفيديو بتاع النهارده حابب اقول لك انك اكيد هتستفاد جدا جدا لو سمعت الفيديو اللي فات. فمش عايز اقول لك انك تقفل الفيديو وتروح تسمع الفيديو اللي فات والجو ده، ولكن يا صديقي بعد ما تكمل الفيديو ده اللي يا رب يكون خفيف ما يكونش كبير، تروح تسمع الفيديو اللي فات لانه هيفيدك جدا جدا. هسيبه لك هنا وهسيبه لك في الديسكربشن برضه، هيفيدك وهيزود لي معلوماتك في تعلم الانجليزي. زي ما قلت لك ان الفيديو بتاع النهارده مهم. اوكي، المهاره اللي هنتكلم عليها النهارده مهاره القراءه. الفيديو اللي فات انا مسكت حته وقلت ان القراءه مش مهمه لو انت شخص ما بتحبش القراءه وما بتحبش انك تتثقف والكلام ده، فكون انك تقرا في الانجليزي مش الحاجه الواو. ولكن يا صديقي سبحان الله انا جاي لك في الفيديو بتاع النهارده واكلمك على القراءه بس، ولكن ملحوظه مهمه جدا جدا في الحته دي: القراءه اللي انا قصدي بيها الطريقه اللي ان شاء الله انا هقول لك عليها. الطريقه دي انت لو طبقتها زي ما قلت لك يا باشا والله هتتطور جامد جدا جدا في مستواك بالانجليزي. علشان وقت الفيديو هحاول ان انا اقسم لك الفيديو وهحاول اقول لك الكلام اللي احنا هنتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده. بص يا صديقي، الفيديو بتاع النهارده هيمشي بكذا بوينت. اول حاجه هنتكلم عليها ليه القراءه مهمه، هقول لك نظره مختصره خالص عن اهميه القراءه وفوائد القراءه لو عايز تقرا. ثاني حاجه هقول لك عليها ترشيحات لكتب، هقول لك 3 كتب، جست 3 كتب بس، دول لو انت محتاج انك تبدا في تعلم مهاره القراءه او تبدا في تعلم الانجليزي انصحك بالكتب دي جدا. وهقول لك برضو ليه انا نصحتك بالكتب دي، ليه تحديدا الكتب دي. ثالث بوينت هقول لك الطريقه بتاعه القراءه او الطريقه الصح بتاعه القراءه اللي تحقق بيها اقصى استفاده واعلى استفاده في الموضوع ده. البوينت دي مهمه جدا، والبوينت دي هي صلب الموضوع وصلب الفيديو، فركز كويس جدا في البوينت دي لما نروح نتكلم عنها. رابع حاجه ممكن نتكلم عليها ان اوبشن ثاني غير القراءه، يعني غير قراءه الكتب ممكن اقول لك اوبشن ثاني. في الاخر هقول لك نصيحه انك لو عايز تقرا او لو عايز انك تتعلم الانجليزي هتفيدك جدا. وهنختم الفيديو ندخل في اول نقطه في الموضوع ونقول ليه القراءه مهمه. بص يا صديقي، يعني انا مش هتفرغ الموضوع لان الموضوع القراءه موضوع كبير موضوع ضخم، ولكن انا عايز اقول لك انك معظم العمالقه ومعظم الناس الناجحه ومعظم الناس اللي انت بتشوفها ناجحه كويسه مشهوره غنيه، ومعلش عايز احدد الناس المتقدره او الناس المحترمه، مش اي حد مشهور او اي حد معاه فلوس يبقى بيقرا، لا في ناس مش عارف اجيبها لك ازاي، بس انا بتكلم على شخص متقدر، شخص ليه قيمته ليه وعيه. صدق انا ما شفتش الحته دي، انا اسف على موضوع اللي المهم ناس تحب انك تبقى زيها، تحب ان ولادك يبقوا زيها، تحب انك لما تكبر يتقال عليك الكلام المحترم والكلام التقدير وكل الكلام الحلو ليك مش اي حد تاني. يا رب اكون قدرت اوصل لك المعلومه. كل الناس دي بتجتمع في مهاره القراءه او بتجتمع في حاجه انها بتقرا. القراءه بتساعدك في تطوير ذاتك، بتساعدك انك تزود المعلومات اللي عندك، الثقافه اللي عندك، الثقه بالنفس اللي عندك، ولو عندك مرض معين او مرض نفسي معين ممكن تقرا عنه تتعالج منه. في ناس حصلت معاها كده، في ناس شخصيه انا عارفها حصلت معاها كده، وحاجات كتير انا مش هتطرق ليها. ولكن والله يا صديقي انت لو ما بتقراش فيا صديقي انت فايتك كتير بامانه، فابدا انك تتعلم انك تقرا. لو عجبتك لحد دلوقتي يا ريت تسبسكرايب في القناه وتفعل خاصيه الجرس، ولو مش عجبتك خليك كريم واشترك في القناه برضه. دي اول بوينت. ثاني بوينت هنتكلم عليها اهم 3 كتب انا هرشحهم لك في الفيديو بتاع النهارده تبدا تقرا فيهم لو عايز تطور مهاره القراءه في الانجليزي. بص يا صديقي انا اسف ولكن انا ما قريتش روايات في الانجليزي او ما قريتش نوفلز او قريت حكايات في الانجليزي. انا كل الكتب اللي انا كنت بقراها بالانجليزي انك تطور ذاتك او انك تبقى نسخه افضل من نفسك. هقول لك 3 كتب صغيرين جدا اللغه بتاعتهم مفهومه جدا، وهو ده السبب اللي اخترته، انك علشان تبدا في مهاره القراءه عايز حاجات بدائيه، عايز كلمات ما تكونش معقده ما تكرهكش في اللغه، فاخترت لك 3 كتب حلوين جدا. عايز احكي موقف بسيط. انا اول كتاب انجليزي اقراه كان 20 rules of life باين، كان كتاب كبير كده وتقريبا لو موجود هنا اهو، ده اول كتاب انا قريته بالانجليزي 20 rules for life. كتاب بصراحه معقد جدا، يعني كتاب كان اولا ضخم وكبير، ثانيا كان فيه كلمات كتيره جدا انا مش عارف، كان ضخم يعني فحجدني من الموضوع، ولكن الحمد لله اتعالجت بعدين نفك منه. فانا اجيب لك كتب بسيطه جدا واللغه بتاعتها حلوه جدا واللغه هتحببك في اللغه. اول كتاب هنتكلم عليه اسمه The Mountain is You. The Mountain is You كتاب سيلف ديفلوبمنت، تطوير ذات زي ما قلت لك في الاول، هادي صغير. وباي ذا واي الكتاب ده موجود عندي بس موجود في الجامعه، يعني ما جبتوش معايا البيت، بس الكتاب صغير جدا والكتاب حلو جدا، اللغه
بتاعته حلوه وبسيطه جدا جدا. الكلمات بتاعته مش معقده، كلمات ممكن يكون درستها في الثانوي في الابتدائي في الاعدادي. مش هتلاقي كلمات معقده، مش هتلاقي كلمات تكرهك في اللغه، لا هتلاقي كلمات حلوه، كلمات انت متعارف عليها او كلمات انت اوريدي شفتها قبل كده. فده هيديك شويه ثقه بالنفس وهيديك شويه استمراريه انك تكمل في القراءه. قصه الكتاب بشكل عام زي ما قلت لك انها تطور من نفسك، فبيقول لك ازاي تقضي على القلق، ازاي انك تتعامل مع الناس، ازاي انك تدفع نفسك للامام، ازاي انك تبقى انت المسيطر على حياتك، ازاي تتعافى من الحزن، ازاي تتخطى الحزن. ثاني كتاب اسمه يو ار باداس. يس اهو يو ار بادس. باي ذا واي ده بتاع واحد صاحبي ومش رجعته له والله، انا اسف يا مرزوق. يو ار بادس زي اهو كتاب صغير جدا، وزي ما قلت لك اللغه بتاعته حلوه جدا جدا. ده تنميه ذاتيه بحته، ده اللي هو بيقول لك قوم وعافر وشد باوفر شويه ولكن حلو يعني لحد ما. انا لما كنت اقراه كان حلو معايا، كان مريحني كده وبيحسسني ان انا لا في تطور، انا عارف في كلمات، فده بيديني ثقه بالنفس فبيخليني اكمل. ثالث كتاب انا كان نفسي اقول لك اسم روايه علشان نكون نوعنا شويه، اللي هو روايات لو عايز حكاوي وبرضه تطوير ذات لو عايز انك تتعلم. ولكن زي ما قلت لك انا اغلب الكتب اللي انا قريتها كانت تطوير ذات، ما قريتش غير نوفل واحده بس اسمها اجلي لاف، ولكن انا ما انصحش بالروايه دي لاكثر من سبب. اولا سيدرتي فيها شويه مش مظبوطين، ثانيا اللغه بتاعتها مش كانت احسن حاجه. ولكن ممكن ارشح لك كتاب تطوير ذات برضه لو ليك في المجال ده، ديب وورك كال نيوبورت. اهم مهاره المفروض ان احنا نتعلمها في عصر الالكترونيات او عصر التليفونات والاتنشن والانتباه والتيك توك والحاجات دي، اهم مهاره المفروض العمل العميق بتاع كال نيوبورت. الكتاب ده حلو يعني، الكتاب ده حلو جدا، بس ده خليه مستوى ثاني. يعني انت خلص الكتابين دول، لو بتعمل اللي انا بقول لك عليه يا صديقي، خلص الكتابين دول وخش على الديب وورك، انت كده تبقى جامد جدا جدا. سبسكرايب في القناه بقى. دول الثلاث كتب اللي انا قلت لك عليهم، واللي المفروض او اللي لازم تبدا انك تقرا فيهم علشان تطور مهاره القراءه. ندخل بقى على اهم بوينت في الفيديو، اهم بوينت الطريقه بتاعت القراءه. بص يا صديقي الموضوع سهل جدا، الموضوع مش صعب ولا مش مستحيل، سهل جدا حرفيا. طريقه القراءه ازاي؟ انك هتقرا بصوت عالي، ذاتس ات، انت كده تمام. هتقرا بصوت عالي، هتمرر لسانك على القراءه. انت بتقرا الجمله بالانجليزي مش بتقولها في سرك، لا انت بتقراها بلسانك، بتخلي ودانك تسمع اللي انت بتقوله. ده ليه اكتر من فايده. اول حاجه انك بتمرر لسانك على الانجليزي، فلما تتكلم انجليزي او لما تسبيك مهاره السبيك، لما تسبيك انجليزي مش بيبقى الموضوع مخيف، انت اوريدي قاري قبل كده او انت اوريدي اتكلمت انجليزي قبل كده وقلت كلام انجليزي قبل كده، فاول مره انك تتكلم انجليزي مش هيبقى الموضوع مرعب او مش هيبقى صعب، فده هيحسن معاك مهاره السبيكنج. انت بتتكلم بصوت عالي، الليسننج الاستماع، ودانك خدت على الانجليزي، ودانك تمرنت على انها تسمع الانجليزي. لما تسمع الانجليزي مش هيبقى الموضوع صعب، مش هيبقى الموضوع غريب، لان انت اوريدي عودت ودانك انها تسمع الكلام اللي انت بتقوله، فظبطت معانا في موضوع الليسننج كده. ليسننج وسبيكنج. القراءه انت اوريدي بتقرا، يبقى احنا كده ظبطنا 3 مهارات في مهاره واحده. القراءه ان احنا بنقرا، والاستماع ان احنا بنسمع ان احنا بنقراه، والتحدث ان انت اوريدي بتتكلم او بتقول الكلام اللي انت بتقراه. 3 مهارات في مهاره واحده بس. المهاره دي مهمه جدا والله والله والله. مهاره القراءه ساعدتني بدرجه كبيره جدا جدا ان انا اطور مهاره الانجليزي عندي او ان انا اطور مستواي في الانجليزي. بجد الموضوع انا مش قادر استوعب، ولكن كان ليها فضل كبير جدا عليا بعد ربنا. انا لحد دلوقتي يا صديقي لما بقرا في كلام ما بعرفوش اتس اوكي خالص، زي ما قلت لك، او هنكمل على الكلام اللي احنا قلناه في الفيديو اللي فات. الكلمه اللي انت ما تعرفهاش ترانسلير، ترجمها واكتبها في النوتس اللي انت اوريدي هتكون معاك، النوتس بتاعت الانجليزي. حتى النوتس بتاعت الانجليزي انا سايبها برده في الجامعه. وفي البدايه لو مثلا لقيت مثلا كلمات كتير انت مش عارفها، مش شرط تترجمهم كلهم، ولكن انت لو عارف السياق العام بتاع الصفحه كمل. بس اكيد في كلمات بتوقف معاك اللي هو انا لازم اعرف دي، انا لازم اعرف دي، هي دي اللي تترجمها وتضيفها في النوتس بتاعتك. انت كده برنس، انت كده لو عملت كده يا اسطى الله فيو، والله العظيم انا حبيت. هنتكلم في الاوبشن الثاني غير القراءه. لو انت ما بتحبش القراءه او للناس اللي مش عايزه تقرا، مش عايزه تخش في مهارات القراءه والجو الكلام ده، حاسه ان هو الموضوع مزعج او مقرف، وما انصحكش جدا بالموضوع ده. ولكن لو يا صديقي انت زي كده اقرا اي حاجه بالانجليزي، ادخل على جوجل وسيرش على مجازين او سيرش على حاجات انت بتحبها، كوره، العاب، برمجه، ديزاين، اي حاجه من الحاجات اللي انت بتحبها، رسم، سيرش عليها في جوجل هتجي لك مقالات بالانجلش، بس لازم تسيرش عليها بالانجلش علشان تجي لك مقالات بالانجلش. المقالات دي اقرا فيها زي ما قلت لك، طبق الطريقه اللي انا قلت لك عليها، صوت مسموع عشان كذا وكذا وكذا. ده الاوبشن الثاني غير القراءه. ولكن انا زي ما قلت لك انا انصحك انك تقرا. موضوع القراءه موضوع مفيش مفر منه. اسف تاني على اللي يعني. اخر بوينت ودي برضو قلتها انا في الفيديو اللي فات ولكن لازم اقولها في الفيديو ده، ابني عاده القراءه او روتين انك تتعلم انك تقرا كل يوم. كل يوم يا صديقي جاست 10 minutes، جاست 10 دقائق، مجرد 10 دقائق قادر انها تغير حياتك، قادر انها تنقل مستواك في الانجليزي. والله اي حد يتعلم انجليزي بالطريقه اللي احنا بنتعلم بيها هو عمل كده ثقه. ابني عاده انك تتعلم انجليزي كل يوم 10 دقائق بس، 5 دقائق يا اسطى، مش لازم 10 دقائق يا عم، خليها 5 دقائق. اقرا فيها صفحتين 3، لو 3 صفحات 4 صفحات بالطريقه اللي انا قلت لك عليها، اقسم بالله جاست 2 ويكس، مجرد اسبوعين بس، والله مستواك هيتنقل، والله ما هيتنقل. زائد انك تطبق الحاجات اللي انا قلت لك في الفيديو اللي فات. لازم تروح تسمع الفيديو اللي فات، هتلاقي على الشانل عندي بلاي ليست كامله بالانجليزي، انا ما نزلتش غير 3 4 فيديوهات، ام سوري، ولكن هحاول ان انا انزل ان شاء الله، برضه هتساعدك. اتمنى جدا الفيديو يبقى خفيف عليك، ويا رب يا رب يا رب ما يزيدش، يا رب الفيديو ما يكونش طويل. انا كده خلصت. في الاخر thank you very much for watching and see you soon يا برو. انا معايا امتحانات ان شاء الله الاسبوع الجاي، فاتمنى انك لو وصلت لحد هنا في الفيديو اتمنى انك تدعي لي من قلبك، وان شاء الله خير. اتمنى لك كل التوفيق يا صديقي. باي.